المواصلة، لابد من تقييم المرحلة الفارطة، العهدة والمدة النيابية كاملة، محاسبة كل من أجرم، كي نقولوا تقييم، راهو تقييم إيجابي ونلقاو فيه السلبي الزوز. وزاد ما ننساوش حاجة مهمة جدا، كونه المصالح المعنية والإدارات والهيئات، هناك العديد احنا ناخذ مثال نتاع سكرة، العديد من الهيئات نتاع التفقد، واللي جات المدينة سكرة وجات البلدية سكرة وقامت بمهام تفقد، عندها الملفات طالبوهم بتقارير هذه التفقد اللي صار به. مهام التفقد موجودة وجاوا من رئاسة الحكومة، من اللجنة الوطنية الهيئة الوطنية للصفقات العمومية، جات يعني العديد من المهام تفقد اللي جات المدينة، من وزارة الداخلية، من رئاسة الجمهورية، كلهم هذوما قاموا بمهام تفقد، طالبوهم بتقارير، خاطر احنا طالبنا رانا بالتقارير وما مدوناش بالتقارير كأعضاء مجلس بلدي، وتوجهنا لهيئة النفاذ إلى المعلومة، وإلى يومنا هذا علاش قلت لك لابد من مراجعة شاملة، راهو لابد من مراجعة شاملة. احنا هيئة النفاذ إلى المعلومة ما ردتناش بالتقارير هذه، بورتون طلبناها. ولذا اليوم التفقد موجود، الإخلالات موجودة، الملفات موجودة، يبقى كيفية الإرادة لفتحها من عدمه. حاجة أخرى نذكر بها، كونه حكيت الأخت هند على إهدار المال العام، اليوم احنا في سكرة، في بلدية سكرة، عنا حكم صادر على المحكمة الابتدائية بأريانا بخصوص يعني باعث عقاري شكا ببلدية سكرة وربح القضية، وحكمت له المحكمة ب23 مليار، اللي هو يمثل يعني تقريبا نصف ميزانية بلدية سكرة. وطالبنا قلنا يا ولادي اعطيونا احنا كأعضاء مجلس بلدي، اعطيونا الملف، هل قامت بلدية سكرة بالاستئناف؟ قمتوش باستئناف الحكم؟ حتى كان باش يستينف الحكم هذا، شكون من المسؤول على هذا الخطأ اللي تم في باش حكمت المحكمة ب23 مليار للباعث العقاري هذا؟ شكون المسؤول؟ شكون اللي قام بالخطأ؟ شنو الخطأ؟ هذا الكل لقاعدة ملفات يعني مغلقة، ملفات بقيت في الرفوف ولم يتم التطرق إليها. تصور يعني علاش قلت لكم راهو مش سهلة اليوم باش نعملوا انتخابات بلدية جديدة، وباش يدخل مجلس بلدي جديد، وباش يلقى روحه مثلا في سكرة على سبيل المثال، باش يلقى روحه يعني مسال في 23 مليار. وهذا ما خفي كان أعظم. هناك بربي خلينا نكمل أخت هند، عندي ملف آخر، ملف تمويل الجمعيات زاد. ما مولوا الجمعيات متاعهم، ما مولوا الجمعيات اللي موالية ومحاصة الحزبية. زاد هذاك فيه ملف زاد عند القضاء لابد من فتحه. هناك زاد ملف زاد المستودع البلدي بسكرة اللي حكينا عليه اليوم، حكينا عليه في العديد من المناسبات. مستودع البلدي في سكرة، والمهندس المعماري اللي تحت عنده كومبارازار، فهمتني، الصفقة وخذاها الصفقة. والمناظرة الشكلية اللي قاموا بها، عملوا مناظرة بالاختيار مهندس معماري باش يقوم بتصميم للمستودع البلدي، عملوا مناظرة، المناظرة هذيك تحت على السيد اللي عنده عامين قدم ملف وخذاه الملف، خذاه الصفقة هو هذا المهندس اللي شارك في المناظرة بين عدد مهول من المهندسين. كومبارازار جات عنده اتضح كونه عامين التالي قبل ما يشارك في المناظرة، قبل ما يعملوا البهرج متاع المناظرة هذيك، هو شارك واعطاه ان بروبوزيسيون لبلدية سكرة، وبلدية سكرة جاوبته قالت له ها وشنو يلزم تبدل فيه البروجي. نهار اللي شارك في المناظرة قدم المشروع بحسب الاملاءات نتاع بلدية سكرة، حسب اللي هذا الكل وين؟ وخذا فلوس وباش ياخذ فلوس، يحب يخلص في فلوسه، وين هذم الملفات الكل؟ ولذا انا من رايي، وهذا يعني نحكي سو لو كنترول نتاع زملائي بالطبيعه من المجالس البلديه اللي عندهم تجربه، من رايي اليوم لا يمكن المرور لانتخابات بلديه، بالرغم من اللي المواطن راهو سيعاني من عدم وجود مجلس بلدي كما كان قبل يعاني منه في حضوره
تو باش يعاني منه في غيابه زاده. علاش؟ على خاطر نقصة الرقابة. كنا احنا ندافعوا، كنا احنا نراقبوا، كنا احنا نحضروا في المجالس البلدية ونقولوا هذاك لا، راهو حذاري، راهو كذا. رقابة مهمة وزارة الداخلية. اليوم صحيح كونه اليوم المشرف على اللي هو السيد والي الجهة بإعانة الكاتب العام، ما ينجم يتصرف الكاتب العام في حتى شيء دون الرجوع إلى والي الجهة. لكن راهو ريان نوفو لا بريزونس تاع لي ريسورس هيومان، ريان نوفو الموارد البشرية، ريان نوفو مجلس بلدي منتخب. نعم. ولذا أنا من رأيي اليوم تقييم المرحلة ثم المرور للمجلس، مجلس نواب الشعب، باش يقوم بدوره التشريعي ويخدم على مجلة تكون مجلة بصريح العبارة، مجلة يعني سور لو بلان براتيك نجموا نستعملوها. قاعدة الأخرى المجلة في الرفوف. وهذا الكل جراء ماذا؟ جراء المحاصصة الحزبية، جراء التجاذبات السياسية في المجلس على المناصب. راهو وصلوا سماو، راهو باش نحكيو لكم احنا كأعضاء مجلس بلدي، وصلوا سماو في المدة النيابية هذه الأخرانية، يعني الجمعة الأخرانية سماو رؤساء دوائر، رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر قعدوا 4 أيام و5 أيام بعد حلت المجالس البلدية. يعني شوفوا التغول. وهنا المجلة الجماعات المحلية راهو فيها تغول كبير لرئيس المجلس البلدي. ولذا هذا من بين النقاط، واحنا عندنا العديد من النقاط باش نجتمعوا احنا كأعضاء مجالس بلدية مع بعضنا، الشرفاء من أعضاء المجالس البلدية باش نجتمعوا مع بعضنا وباش نتقدموا يعني مقترح لمجلس نواب الشعب باش ياخذ بعين الاعتبار كل، يعني بعباره باش نعطيهم نوتر سكسيس ستوري، مش سكسيس ستوري على خاطر ما كانتش يعني تجربه ناجحه، لكن اموا عنا احنا رضينا ضميرنا ورضينا يعني مبادئنا وقعدنا على نفس المبادئ وساهمنا في مكافحه الفساد. واضح. نعم. سيدة هند.